شحال هذه في الحكومات المتعاقبه كان واحد الصندوق، الاسم ديالو صندوق المقاصه. صندوق المقاصه، هذا الصندوق الهدف منه وعلاش دار انه تيعاون وكيساعد الفئات الهشه، زعما الفقيره واللي محتاجه في المغرب، واللي مستافده منه بطريقه غير مباشره في بزاف د الحاجات. مثلا التعويضات في المواد الغذائيه بحال القمح اللي هو الطحين، والغاز اللي هي البوطه، وقس على ذلك الزيت وما جاورهما. الحكومه ديال عزيز، شكون هو هذا عزيز اللي هو اخنوش، قالوا ان البلد تيمر من ازمه خانقه. وشنو هي هذه الازمه؟ كاين ثلاثه ديال المشاكل والتحديات اللي كتواجه بلادنا. شكون هي؟ اول مشكل هو الحرب الاوكرانيه الروسيه، وحنا مالنا فيها؟ ياك هما مدابزين ومضاربين ومقاتلين ومحاربين بيناتهم، شنو حنا ما حنا من الاعراب؟ كاين واحد السبب. اوكرانيا معروف عليها انها من الدول الاوائل في تصدير القمح، اللهم بارك. ومن كتصدروا اذا تينزل الثمن ديالو في السوق وكتولي دولتنا تشريه رخيص، اذا حنا كيرخص عندنا. اما دابا راه قليل في السوق، والا كان قليل والا غلا راه غادي ندزوو في جيبنا. اوكرانيا في هذا الوقت فيها الحرب والمخزون ديالها ما تيتباعش نهائيا، وهذا سبب من الاسباب الاولى اللي خلات الزرع والطحين يغلى عندنا. وشنو هو الثاني يا سيدي؟ السبب الثاني هي لالا كورونا. بعد أن استبشرنا خيرا بانخفاض منحنيات الإصابات اليومية بكوفيد-19، عاد عدد الأخيرة إصابات توزعت بين مختلف جهات المملكة، فانخفضت تدريجيا لتصل حالة اسم. وصل معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد الإصابات بالفيروس. أضافت الوزارة أنها رفعت، قالوا أن 44% من الشركات المغربية تعرضت للإفلاس، زعما تطبيقيا راه سدات وخرجات ليك الناس للزنقة. واش غادي يسعاو؟ ماشي شغلهم. وشنو غادي ياكلوا؟ حتى هذه ماشي شغلهم. راه لالا كورونا تسبات بتشريد بزاف ديال الناس، وهذا السبب الثاني. اما السبب الثالث راه هو الجفاف، وما ادراك ما الجفاف. راه البلد ديالنا اقتصاده مبني على الفلاحه بشكل كبير. شحال هذه كانت كطيح الشتاء اذا الامور كانت غاده مزيانه في هاد السنين الاخيره، والطيور ترفرفوا والعصافير تزقزقوا. الحياه كنا عايشينها بالطريقه المغربيه، لكن مع الاسف بدات غدا وتتقل الشتاء ودخلنا في الجفاف. يقطف بلا العمري من خيرات أرضه ليطعم أبقاره السمان قبل أن تأتي عليه سنوات عجاف. فمزيج من التضخم والجفاف كبح جماح مسيرة من أراد الركض خلف لقمة عيشه. المزارعون في المغرب يعانون من ندرة الأمطار وغلاء الأسعار، والقادم من قلة هطول الأمطار. المعدل الوطني لمتوسط ملء السؤال منذ قرابة 40 عاما، وقد وصفه الخبراء بإجهاد مائي. البنك الدولي اعتبر موجات الجفاف المتتالية في المغرب بمثابة تذكير صارخ بهشاشة الوضع أمام مستويات هطول الأمطار غير هاد الشيء كامل اللي ذكرت لكم راه ساهم بطريقه مباشره في دفع الحكومه باش ترفع من الاسعار. اما الكارثه هي الا ارتفعت المواد الاساسيه اللي هي البوطه، اللي كدير قل من 45 درهم حاليا، معروفه هاد الشيء، وغادي توصل حتى ل 140 درهم. هاد الشيء راه ما قلتوش انا، راه قالوه ناس مسؤولين. اما القمح اللي كيتستهلك بزاف من طرف الشعب، راه خبزه نوليو ناخذوها بالدوبل ولا التريبل ديال ثمنها هي، والزيت. هذا غير مثال بسيط. هذا هو اللي كنسميوه صندوق المقاصة. الدولة كتحط فيه فلوسها، وهاد الفلوس هي اللي كيخلصوا بها دوك الزيادات اللي كتزاد في المواد الغذائية باش ما يحسوش بها الفقراء بحالنا. دائما في إطار الدعم جابت الحكومة في مشروع قانون المالية 26 مليار ديال الدرهم باش يبقى الدقيق
مدعم، باش يبقى الغاز البوتان مدعم، وباش يبقى السكر مدعم. الخبزه تبقى دائما ب 24 ريال، لان البوطه تبقى ب 40 درهم، بخلاف الثمن الحقيقي ديالها اللي هو 137. اخر اعلان من عند وزيره الاقتصاد حاليا قالت ان الدوله غادي تدعم هذه المواد اللي ذكرنا واللي هما خالعيننا كشعب اللي مغلوب على امره من الناحيه الماديه، وقالت ان الدعم لهذه المواد الغذائيه غادي يستمر حتى 2023، اي حتى السنه اللي جايه ما غاديش يتزاد الثمن ديالهم، غير نرتاحوا حاليا. راها وزيره زعما ما تقدرش تكذب علينا، وحنا خصوصا كنثيقوا فيها. الدعم ديال الغاز غيبقى مستمر كما القمح كما السكر، وداكشي علاش صندوق المقاصه خصصنا ليه 26 مليار. اذا بالوضوح اليوم السعر ديال الغاز ما غادي يتغيرش كما بالاضافه فرا الدوله خصات واحد الدعم لفائده الاسر الفقيره، وهذا الخبر الثاني في الموضوع ديالنا. وقبل ما تستافد من هاد الفلوس او الشهريه اللي غادي دير الدوله، راه خاص يكون عندك الصبر ديال سيدنا ايوب، وباش تستافد خاصك تعمر واحد الورقه شخصيه من بعد ما تشتريها من السيبير، وكتمشي للمقاطعه اللي قريبه ليكم وتيكملوا معك الاجراءات. ومن كتسالي هادشي كامل خاصك تصلي وتزكي وتصدق، وكترفع كفوفك الله لعل وعسى تستافد. شحال ديال الاستفاده الله اعلم. هاد المبادره اللي دارت الدوله مزيانه حبيبتي يا حكومه، إلى دعم مباشر عبر تحويلات مالية. انطلاقا من هذه السنة غادي نحولوا 20 مليار درهم كتحويلات مباشرة للأسر اللي كتعيش الهشاشة. الصعوبه والتخوف والتساؤل اللي عندنا كمغاربه، واش جميع المواطنين والفقراء اللي عندهم حق يستافدوا غادي يمشيو يتخلصوا حتى هما في اخر الشهر باش يقدوا يشريوا البوطه والطحين بداك الثمن اللي غادي ديروا الدوله من بعد؟ كنتم معي في قناتكم كافي الديربي، هذه معلومه على السريع. السلام عليكم.